سامي الحفناوي على فكرة، عشان بس هرجع بيكم لورا شوية، هو اللي لحن الأغنية الوحيدة الشهيرة جدا 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 للمطرب علي حميدة الله يرحمه. فاكرين لولاكي؟ هو اللي كان لحن لعلي حميدة لولاكي، لحن ما يتنسيش. سامي عمل برضو أغنية شهيرة جدا من الأغاني الشعبية الحلوة جدا اللي الناس كلها غنتها أيامها في فيلم أيام الغضب وسكار. عمل أغاني كتير لهاني شاكر، لنجاة، لمطربين كتير جدا جدا جدا، والوردة والمدى الحناوي. نجاح أغنية لولاكي بالنسبة لي ما كانش متوقع. أنا ما توقعتش إن أغنية تاخد النجاح ده بالشكل ده وتحقق مبيعات 22 مليون. وقت المبيعات هي المقياس بالنسبة للنجاح، وده ما حصلش لأي أغنية قبل كده ولا بعد كده. بس فهي لولاكي أغنية ليها سمات معينة، ليها طعم معين، حققت نقلة في تاريخ الأغنية العربية. إزاي الأغنية البسيطة، الأغنية السهلة، الأغنية القصيرة يبقى ليها تأثير بصوت جديد، يعني مش بصوت نجم وقتها ولا حاجة أو صوت معروف لا، بصوت جديد. فكانت الأغنية هي اللي مسيطرة الحقيقة. يعني أنا فوجئت إنه بيقولوا لي ده لولاكي سجلوها في حوالي 7 دول من دول العالم، ونزلت في تركيا وفي قبرص وفي اليونان وبتاع بنجوم كبار. يعني قبل لولاكي على طول كنت عامل لحن أغنية كوكب تاني، وحزت على الاسطوانة البلاتينية عن أغنية كوكب تاني. والاسطوانة البلاتينية كان تاني موسيقار عربي يحوز على الاسطوانة البلاتينية بعد أستاذي الأستاذ محمد عبد الوهاب. أول تعاون بيني وبين هاني شاكر، كلمني في التليفون وقال لي أنا هاني شاكر وعايز منك تعمل لي لحن زي لولاكي. فأنا ضحكت طبعا جدا. زي لولاكي أنا ما بعملش لحن زي التاني، يعني معروف عني إن أنا كل لحن قدمته الحمد لله مختلف تماما عن اللي قبله يعني. قلت له حاضر ان شاء الله. فضلنا كده شويه لغايه ما بدات احضر له، وعملت له اول حاجه كانت علي الضحكايه. علي الضحكايه ويم العيون حزينه، وبعد كده شاور وانا ملك ايديك، واتمدت الايدين، وطب ليه ما نحلمش. كتير اغاني كتير. انا طبيعتي ما بعملش حاجه غير لازم احبها واقتنع بيها. فأنا عملت موسيقى تصويرية كتير وأغاني في الأفلام. في وقت حسيت إن أنا لازم أقلل، يعني مش لازم أعمل كتير، خاصة بعد نجاح أغنية سلم لنا على الطرماي. كان في مشروع للسيدة فيروز، والحقيقة صحيا هي ما كانش عندها الاستطاعة إن احنا نبتدي أو نكمل، وده كان في الكام سنة اللي فاتوا. الحقيقة هي صحيا ما عندهاش قدرة أو استطاعة إنها تركز وكده، فأجلت المشروع شوية لحين يحصل استقرار صحي عندها، وما أعتقدش إن ده حصل لسه لغاية دلوقتي.